هذا ما حصل بالفعل في الجولة الثانية، حيث تمكنت العناصر الوطنية من ترجمة محاولتها إلى أهداف. هنا اللاعب روكي تمكن من اختراق دفاع الناميبيين وسجل الهدف الأول، الهدف الذي باعث نوع من الثقة في العناصر المغربية التي والت سلسلة هجماتها على معترك الناميبيين. محاولات متعددة للعناصر الوطنية في الجولة الثانية. محاولة هنا بواسطة اللاعب روكي ستضيع، لتأتي محاولة اللاعب مصطفى حجي الذي مرر في اتجاه كمشو. هذا الأخير لم يتوانى في الإعلان عن الهدف الثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي. هدف أراح كثيرا الجمهور الذي تابع هذه المباراة والذي كان يطالب بالمزيد من الأهداف. وهنا كمشو في الدقيقة 90 سيضيف الهدف الثالث لفائدة المنتخب الوطني المغربي. نهاية سعيدة لبداية كانت متذبذبة خلال هذه المقابلة، وحارس ناميبيا يتجرع طعم الهزيمة رفقة أصدقائه في لقاء كان يمني فيه النفس بنتيجة قد تعطي الامتياز لجهة أخرى داخل هذه المجموعة.